النصراوية. والنصر يلعب له في حراسة المرمى عبد الله العنزي، في خط الدفاع خالد الغامدي، محمد عيد البيشي، عبدو برناوي والغامدي. عبد الله زوري يستلم كرة على طرف منطقة الجزاء ملعوبة إلى ياسر الشهراني. ياسر ما يزال يحاول بالكرة الخلفية لصالح كرة من دولي سابق وأحد اللاعبين المهمين أيضا في التشكيل الهلالية. مرور جميل بدوران ممتاز. ياسر الشهراني أكثر من مرة ومحاولة من خالد الغامدي، كرة مقطوعة لا وجود لخطأ. ياسر الشهراني يقطع الكرة وكرة مرتدة. ويسلي لوبيز إلى ياسر الشهراني أيضا مرة أخرى. هجمة هلالية بأربعة لاعبين ملعوبة. الهلال يفتتح الديربي في الدقيقة 21. هدف يعني على مستوى المباريات يعتبر هدف في أوقات مبكرة من المباراة. عبد العزيز كرة ملعوبة لمحمد القرني، هنا التحويل للناحية اليسرى إلى ياسر الشهراني، انطلاقة في مكان خالي. ياسر الشهراني أمامه لاعب واحد فقط، يحاول يعدي الشهراني، عرضية كرة تصطدم في يو بيونغ سو مع أيضا في يد يو بيونغ سو، والكرة خطأ لصالح النصر. خطأ للنصر، لكن تنفيذ الكرة وضعها بهذا الشكل، المرور الجميل كان من ياسر الشهراني، أظهر التفاهم والتميز اللي عليه الوسط الهلالي. شايع شراحيلي كرة في الدقيقة 31. محمد السهلاوي يسجل للنصر الهدف. بقوة حقيقة، يعني باستغلال وتواجد مميز من محمد السهلاوي في المكان السليم. كرة من رمية جانبية للهلال. ياسر الشهراني ما شاء الله يقدم مستوى ممتاز، لكن عموما يعني بالنسبة كنا نتحدث عن البطاقات الصفراء 87 بطاقة للهلال، لكن عموما يعني الحديث عن المباراة ممتع وجميل، وبالفعل الدقائق 35 أو 36 مضت من زمن شوط المباراة الأول. ويسلي لوبيز، شوفوا المجهود المميز، مجهود مميز يقوم في هذا اللاعب. ويسلي لوبيز كرة إلى ياسر الشهراني، ياسر إلى يو بيونغ سو خلفية إلى ياسر الشهراني. ياسر يحتفظ بالكرة وإلى ركلة ركنية هلالية ثانية في زمن شوط المباراة الأول. ركنية هلالية ثانية في زمن شوط المباراة الأول. ياسر الشهراني عرضية عالية والمحاولة أمام المرمى، خطأ كان، والكرة مرتدة ملعوبة لصالح الهلال. نتابع مرة أخرى وسنرى الإعادة. كرة ملعوبة، محاول عبد العزيز الدوسري يمر بشكل ممتاز، ما يزال يحاول عبد العزيز، يمرر عبد العزيز. تواجد الميداني مع الشباب ما شاء الله، طبعا عبد الله عديبي، عبد الرحمن الدحيم في المباراة وفي شوطها الأول مثيرة وكبيرة حتى على المستوى الثنائي. عبد الرحمن القحطاني بديلا لخايمي عيوبي، ودخول دايمان. ياسر الشهراني تألق في مباراة اليوم، ياسر تألق، مشاركة في صناعة اللعب. عرضية إلى ياسر الشهراني، استلام، عرضية تخلص القادر إلى ياسر الشهراني. ياسر كرة طويلة في الأمام، وعبدو برناوي هذه المرة يغطي هذه الكرة ويلعبها سهلة إلى شايع شراحيلي. شايع يحاول المرور، ياسر الشهراني معاه، ملعوب الكرة إلى إبراهيم غالب. إبراهيم يحاول يمر بشكل جميل في وجود صافر ناجد المرشدي. عالية، كرة لم تخرج أيضا خارج أرض الملعب، تعود لصالح الهلال. ياسر الشهراني، ارتداد الكرة من ياسر الشهراني، محاولة من ناحية التمريرة إلى يوم يوكسو، ومقطوعة أيضا الكرة من محمد عيد إلى خالد الزيلعي. خالد يحاول يتقدم لصالح النصر، أمامية طويلة إلى خالد الغامدي، معاه أيضا ياسر الشهراني، كرة إلى خارج أرض الملعب إلى ركنية نصراوية، وبعدها إلى غوارانيز المكسيكي. وهنا الآن في الملاعب فريق نصر هذا الأرجنتيني داميان مقطوعة الكرة يوتو للهلال إلى ياسر الشهراني. ياسر يحاول يمر، عرضية عالية ويسلي لوبيز، جول! هدف ثاني للهلال من كرة ياسر الشهراني، ينجح ومبسوط عليها كثير أنطوان كوماري. ويسلي لوبيز يحرز
هدف خامس له في دوري زين السعودي للمحترفين. ويسلي لوبيز بالعرضية المميزة بالعرضية المتقنة من ياسر الشهراني يسجل للهلال هدف ثاني في الدقيقة 15. هذه عادة مرة أخرى عالية وبين الظهير الأيسر حسين عبد الغني بين عبدو برناوي يقفز عاليا. ويسلي لوبيز يضع الكرة على يمين حارس المرمى عبد الله العنيزي. هدف ثاني للهلال، هدف ثاني للهلال. ويسلي لوبيز يسجل. ويسلي لوبيز بهذا الهدف أيضا يؤكد أنه هداف كبير وبأنه وجوده بالفعل هو عنصر مهم وجانب مهم. وضع كرة رأسية عرضية ولكن عبد الله السديري استطاع تخليصها قبل وصول أيضا خالد الزيلعي إليه. هذا ياسر الشهراني، ياسر يتقدم وكرة ملعوبة يو بيونغ سو والكرة بجانب القائم، كرة بجانب القائم إلى خارج أرض الملعب. ويسلي لوبيز كان يطلب الكرة العرضية، ياسر الشهراني يعمل كل شيء. ياسر الشهراني يصنع ويقدم نجومية. كرة لصالح النصر، هذه عادة. شوفوا الرفعة المتقنة الجميلة من ياسر الشهراني. هداف مميز البرازيلي الظاهرة على الشاشة. عاد الكرة عالية ويسلي لوبيز يحاول في اللقطة الماضية، مقطوعة تصل إلى ياسر الشهراني. ياسر يستلم الكرة ما يزال يحافظ على الكرة. ياسر يمررها لعبد العزيز الدوسري، كرة للهلال. ويسلي لوبيز وهدف ثالث، هدف ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال في الدقيقة 24. ويسلي لوبيز سادس أهدافه في دوري زين السعودي للمحترفين وهدف ثالث للهلال في مرمى النصر. ويسلي لوبيز يسجل هدف ثالث بعد مجموعة من التمريرات. الخطورة عندما يكون ياسر الشهراني في وسط الكرات الهلالية بالفعل هنا، لكن التمريرة الأخيرة كانت من عبد العزيز الدوسري في وسط دفاع النصر تماما، مررها رائعة. ويسلي لوبيز على طول يخلص، هذا اللاعب يخلص بالفعل ويسدد كرة في المرمى على يسار حارس المرمى عبد الله العنيزي. هدف ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال في الدقيقة 24 من زمن شوط المباراة الثاني. الهلال تقدم في شوط المباراة الأول، تعادل النصر. كل معمول من الفريقين أكيد من الناحية الفنية، ولكن أنطوان كومبواري أعطانا اليوم نموذج كبير لكيفية التعامل مع النجوم ومع اللاعبين. اللي ياسر الشهراني في أرض الملعب، مجهود ما شاء الله كبير مميز. هداف المباراة اليوم ياسر الشهراني. ممكن يكون يعاني من شد عموما. سلامات والتغيير قادم، التغيير الهلالي قادم. ياسر الشهراني بالدوسري العادي لارض الملعب على انطلاق العلاج، عرضيه عاليه تتخلص وتعود لعادل هرماش. عادل يمرر، ياسر الشهراني، ياسر يستلم يسدد. ياسر الكره تصطدم في العارضه وتصطدم في الارض وتعود، بحاول معها كان ويسلي لوبيز لكن الى خارج ارض الملعب. ياسر الشهراني كاد ان يتوج يعني المجهود الكبير والمستوى الكبير. نتابع مرة أخرى، شوفوا التسديدة، شوفوا الإعادة، هذه إعادة شوي يا مخ. عبد الله السديري كرة عالية، حاول معاها ويسلي لوبيز، الكرة تتخطى. كرة ملعوبة من ياسر الشهراني إلى ياسر القحطاني ولكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. غدا إن شاء الله تكون لقاءات
الهجر والاتحاد، نجران والاتفاق، الرائد والتعاون، الاهلي والوحده، والشباب والفتح. 4 دقائق في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراه الثاني. لقاء الديربي بين النصر والهلال، النتيجه تقدم الهلال ب3 أهداف مقابل هدف واحد للنصر. سعود المره الثانيه، كره ملعوبه في وجود رايه وتسلل ركله حره غير مباشره. ركله حره غير مباشره لصالح الهلال، ملعوبه هلاليه في الناحيه اليسرى. تقدم مع ايضا صافره حكم اللقاء السويسري ساشا. وبارك لك الانتصار. عبد العزيز الدوسري يرى بانك الافضل من بين زملائي في هذه المباراه. اسالك مباشره، ما الذي تغير في الشوط الثاني حتى تستطيعون تسجيل الهدف الثاني والثالث؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. بالعكس الشوط الاول كنا متحفظين شوي. الشوط الثاني دخلنا بتكتيك، المدرب طلب منا تكتيك. اما اخوي عبد العزيز الدوسري لو والله ثم مساعدة انا وياه ولا ما كان تحرك الفريق مع اخويا اللاعبين. البداية أن تكون لاعبا من البداية في هذا المركز أمام فريق النصر، وأنت غبت عن التشكيل الأساسي، بالتأكيد يحتاج إلى حضور أكثر في جرأة الشوط الثاني. أتحدث عن الهدف الثاني، هل تغيرت التعليمات؟ والله زي ما قلت لك أنا جاهز سواء لعبت أساسي ولا ما لعبت أساسي، وأخويا اللعيبة اللي ينزلون فيهم خير بركة. أما الشوط الثاني زي ما قلت لك طلب مدرب تكتيك معين، والحمد لله نفذناه وطلعنا فايزين المباراة. كلا الهدفين جاء في الجهة اليمنى بالنسبة للنصر، سواء في الظهيرة وحتى في منطقة العمق. هل وجه بأن يكون الضغط على خالد الغامدي ومحمد عيد بشكل أكبر ما بين الشوطين؟ أكيد، لأنهم يتركون مساحات، وزي ما أقول لك المدرب طلب تكتيك وحنا الحمد لله نفذناه وحصلنا على هدف. ألا يوجد ازدواجية بين ياسر وعبد الله الزوري، كلاكما يرغب في النزعة الهجومية؟ بالعكس نساعد بعض، سواء لعب ياسر لعب سلمان، كنا واحد وحنا نساعد بعض ونكمل بعض ان شاء الله. اخيرا هذا الفوز يريح الهلاليين، الكثير كان لا يرضى عن المستوى ولا عن النقاط. لا ان شاء الله ان نواصل المستوى هذا ونوعد الجمهور ان نحقق الافضل ان شاء الله. الله يعافيك. شكرا لياسر وكذلك لعبد العزيز بن